ببدأ معاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مدرسة الأجيال. أشكركم على إتاحة الفرصة لي. أشكركم شكر جزيل. بداية أنا أهنيكم على طلابكم، وأهنيكم على مدرستكم، وأهني جميع المدارس في السلطنة. وأتمنى طلابكم يكونوا من الناس الأوائل المجتهدين، يعطيهم الصحة والعافية. طبعا حابة أكلمكم عن هذه الحرفة اللي مسكتها بهذه الأنامل. حرفة غنية عن التعريف، ولو تكلمت عنها بكون مقصر في حقها. حرفة صارت عندنا من أيام أجدادنا، من سنين وبنين، يعطيهم الصحة والعافية، واللي مات الله يرحمه. طبعا بدايتي كانت تقريبا من سنة ونص، ما كملت سنة ونص حتى، يعني واحد اعتبر طالب من طلاب هذه الحرفة. طبعا بحدثكم، كنت انا طبعا هذه ما عن وراثة، ما ورثنا هذه الحرفة من حد من اهالينا ولا شيء، ولكن عن تجربة. يعني رحت عند احد صناع هذه الحرفة، فجربت. طبعا بخبركم شيء، القديمين في هذه الحرفة من مسكتك للطين وتنزيلك، يعني تركيبة الطين على الدولاب، هذا يتسمى دولاب. طبعا حد يسميه عجلة وحد يسميه دولاب. من هاي المسكة خلاص الحرف اللي رايح انت تاخذ وياه هذه التجربة، زين. خلاص هو يعرف اذا في مجال انك انت تستمر. طبعا اشتغلت عنده اول يوم على طول، من اول ساعة اهلني، قال لي خالد انت مؤهل انك تكون حرفي. قلت له كيف يعني؟ انا مش فاهم، يعني عبالي انه يقول لي استمر معانا عشان تتعلم. لا، طلعت السالفة لا، مش هذا المعنى. المعنى انك انت يعني الحرفة في ايدك موجودة، بس يبالها تنشيط، ويبالها يعني استمرارية. فبداية انا كنت مش عاطي عمري ذيك الثقة، ما قصر، اعطاني الثقة وقال لي رد لي بعد كم يوم، ورجعت له والحمد لله. شفت عمري انا مسكت الشغلة واصبحت منتج ولله الحمد. واتمنى في هذا الوقت صرت اتمنى اني اعلم الناس اللي هم حابين يتعلموا او حابين ياخذوا معلومات. طبعا معلوماتي بتكون نقطة في بحر عند الناس اللي هم اساس الشغلة، ولكننا بنفيد باللي نقدر عليه، ومستعد افيد ومستعد. طبعا هذه الشغلة، شوف، متى تزيد حرفتك فيها؟ يوم تعلم، يعني يومي متدرب جديد او واحد يبي يتعلم، انت هني تنمي خبرتك عن طريق انك جالس تتعلم. سبحان الله، يعني الله يزيدك علم. فانا يعني هذه فطرة ولا كيف، بس معاملتي مع الطين ما صارت ان تكون حتى يعني لله، يعني اللي بيتعلم. وفي شيء ثاني بعد، الطين تتعامل معاه كعلاقة. يعني لا تقول لا تتجه للمجال وانت بعدك ما ماسكنه وتقول انا ابى تاجر فيه وانا ابى كذا كذا. لا، اول شيء تحسن علاقتك معاه، تسوي علاقة لدرجة انك انت تحب هذه الحرفة، من ثم انت
تبدأ تفكر في مدخولك، تبدأ تفكر في هذه الأشياء. أنا الصراحة هذا اللي شفته. فأنك أصلا في كل شيء لازم تحب الشغلة قبل لا تبدأ فيها أو تنتج. ومتى بتنتج أصلا؟ إذا أنت أصلا كنت مش متقبل هذه الشغلة. أعطيناكم فكرة بسيطة إن شاء الله. وأشكر مدرسة الأجيال على إتاحتهم الفرصة الطيبة، وأشكرهم شكر جزيل. وأتمنى لعيالهم وعيال عيالهم يشدوا حيلهم في الدراسة قبل كل شيء. وأنا أنصحكم أنك اليوم من بعد دراستك ومن بعد ما تشوف نسبتك طيبة، عشانها تكون نسبة طيبة راضية أهلك، تتوجه حق الحرفة اللي أنت تناسبك. طبعا مش إلا حرفة الفخار، عندنا في عمان السعفيات، في وايد أشياء. فمن داخلك أنت لازم تشوف شو اللي تحبه، تتجه له، وأوعدك راح تبدأ فيه. راح تسوي اللي ما سووا اللي هم قبلك. ليش؟ لأنه يختلف بين إني أنا أحبه وإني أنا اضطريت إني أشتغل. طبعا نصايحنا كثيرة، فتحملوني. آخر نصيحة، لا تهمل أساسك، يعني لا تهمل الشيء اللي أنت فيه حاليا اللي هي الدراسة. شد حيلك فيها ودرسها عدل. من ثم لازم عليك تتجه للحرفة اللي في داخلك، الحرفة اللي تحس انك انت راح تبدأ فيها.